رياض، على فكرة أنا مستنيك في أوضة المكتب. أنا جاي أسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور، فهمت؟ أيوة طبعا فهمت. ركز معايا عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. أنت هتنيمني تنويم تغطاطيسي ولا إيه؟ تغطاطيسي؟ التنويم اسمه تغطاطيسي. تنويم تغطاطيسي أنت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. هات ودنك. دكتور أنا لازم أشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش، بليز من فضلك. محتاجة أقعد أتكلم معاكي. خلاص أوكي، أول ما رياض ينزل أنا هكون عندك. باي. أنا هضرب نفسي. لا خلاص. بضرب نفسي. خلاص والنبي. اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجة ولا عاوز تفهم. أنت إيه؟ خلاص أنا رياض. رياض فاهم؟ لا أنا بتعمل إيه؟ بعدل لك عشان الزبلاية تبقى تمام. اسمه زبلاية؟ الزبلاية ده بتاع. اسكت! حاضر. اسكت! حاضر طيب. وكان بيكلمني في ايه؟ ابعد انت شران، ابعد انت. اتصرف يا عسكري هو، اتصرف يا جامد. السلام عليكم. معادنا عدد ان شاء الله. داخل توزع اللبن، ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعة كام النهارده؟ هي ورشة خراطة؟ مش عارف اقول ايه. حد سأل عليا في السجن. مين هيسأل عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظتك كل حاجة وفهمتك. ماشي من المرتفق. وايه المشي اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت هتعبرني من رجلي وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. والله ده كلاب ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمنت؟ خرمنت؟ يعني متلخبطين كده. خرمنت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهمني اي حاجه. اعمل ايه؟ الجاكيت تحت. تمام يا فندم. الضيوف وصل. طب روح انت. خليهم يتفضلوا هنا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضه؟ هتشل. لا طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحهم في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه. هنس سعادتك يا باشا. اتفضل يا سعاده الباشا اتفضل. عارفه سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا زي ورياض باشا حضرتك لو تعرفي. ايه امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سيادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انتوا حسالة المجتمع وطفلة الحشرة. حمار. اوعى تتفكروا ان الحادثة اثرت على دماغي. بالعكس اصلت لي. انا اللي اثرت على الحادثة. الحادثة عملت لي دماغ ودماغ جامدة كمان. يعني انا بحب دماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة. تغلط يا ريت عشان امسكك اعصرك انزل منك اطفال احداث. انتوا ما تعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني اصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني ادمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبه بولاك اسود عليك وعلى دماغك اللي جابوك لف ياض انت اهو. لف تاني. انت قبل شربته من فتره قبل كده من 6 شهور هذا. ايوه فندم. انت جاي في ايه؟ عربيه خضار. وانت؟ في عربيه خضار. برضو انت بتشم خضار يا انت وهو عطسان. تعالى خد الاتنين دول رحلهم على زنزانه سوق العبور. يلا. انتباه معلمين. خلاص زمن خلاص انتهى. ما حدش فاهم حاجه. 9 ساعات ده انت اهو. انا هرعبكوا انا. اللجنه اتنصبت يا فندم. لجنه ايه؟
اللجنه يا فندم. لجنه ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجنه احنا. يا فندم لجنه حقوق الانسان. لجنه حقوق اللسان ايه؟ انا ما اعرفش ايه ده. يا فندم لجنه حقوق الانسان اللي جايه تناقش اوضاع المساجين. اللي هي تنجم بقى في اوضاع اللي هي فين؟ اتفضل يا فندم. دكتور بيتر anthropology. اوكي. Dottor Rauf, psychology. بركي. Io vorrei dire due parole. Voglio dire che siamo molto contenti di quel bel carcere, di quella bellissima visita che l'abbiamo fatto qua. Come avete fatto mettere a posto questa tutta gente? Dottoressa Bea, Sociology. هاتوا لنا كرسي تقعد ركابه وجعها. دكتور أحمد حسونة. تحيا مصر يا عم. نجاح أي مجتمع يتوقف بالدرجة الأولى على عدة مقومات، أهمها السلوك الإنساني في التنظيم ودوافعه، وهنا يجب أن يتوائم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع فيه. ولكن إذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقة الحرية فإن ذلك يرجع لأحد الأمرين. حاجة زي القلة كده. مش هتحس انها علبه بودر بتاعت لجنة لحقوق الإنسان حري بنا. حريم. شفت الناس اللي جنبنا دي تبقى مراتك. سلام. ما قال لك حريم بنا. حريم بنا. يعني اللي جنبك ده. الخارجين على سلوك هذا المجتمع يجب أن يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا أن نستمع إلى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي، فليتفضل. انت بقول لك ماجنجر اللي يطلع. مش ماسنجر، انت الجنرال مانجر. انا اللي اطلع انا. انت شغال مبيد حشري. اللي انا فيه ده موظف كتكوته. ضرب دستور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه، واقول له ان انا يعني هعكم على نقطتين. اول واحده التشرد الاطفالي. بالنسبه لتشرد الاطفال، احب اقول ان تشرد الاطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس ابسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. في عتبه ميدان عابدين الجيزه، السيد مسؤول لجنه حموم الانسان ان النهارده الجنيه غلب الكارنيه، ودي امر واقع النهارده. فلازم نكون ذات نظره مبعديه شويه، يعني نكون صحاباتها، وان احنا نبدا نفكر يعني ايه هو نضيف اللي ساعتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لان احنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبه للتشرد الاطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك الكيس البلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فرده الكاوشت، ويروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته، فهيجي منين اللي هو نضيف؟ فيعني شوفوا لهم حل، ابنوا لهم بيوت، اعملوا لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المزنق احب اوجه الكلام للسيد المسؤول رئيس لجنه حقوق الانسان ان لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيانا المريض بعد النوع ده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى النقيض. توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده، ده طبيعي جدا. It's impossible. انتي بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستات في ساونا. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. البسي له جلابيه حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه انتي لو خدتيه وغيرتوا جو في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياة قلبي عملوا 200 قصه مع بعض كلها مأساويات، لازم يموتوا اخر المسلسل.
هو عنيف رصيف لنا 5 ده زدنا عند العزيز دي. معلش بقى استنى. لا نعم. انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي اي حاجه، اي حاجه انت عايزه تقوليها قولي، غير اي حاجه انت قولي. شاكيناز على اصول. ايش شاكيناز على الاصول دي؟ شاكيناز؟ ايوه من السجاده انت بقى تجيبيها ولا قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شاكيناز. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله انا عارف. ارجوك اعملها كويس عشان خاطري بليز. حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمه الدنيا. حبيب بابا يعني يجي قوي يا حبيبتي. يا ما بتردش ليه؟ خرصه ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. اما بنت مين دي؟ دي بنت الشغاله بتاعت ماما. والله معلش ما انا يعني انا برضه قلت يعني انت بيضة وانا بيضة، ازاي نخلف صباع العجوة ولا يا سلام ازاي يا سلام ازاي يا سلام ازاي يا سلام يا سلام. سلمي على دادي. مامي هو مال صوته اتغير كده ليه؟ معلش سلمي هاي على يا دادي. دادي، انا مبسوطه قوي ان حضرتك خفيت. بونس. الكروته دي ايه ده؟ اندهلها يا شافه بوتاجاز يا بوتاجاز. اسمها ايه؟ البت حلقت لي زي ما يكون في حيوان سلبندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري بليز. اطلعها على طول؟ بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شاكي. الاسامي اللي عايزه تتلوج دي. يا شاكر. بس بقى ستة. وبعدين عمه التنين خد عقد المغارة بتاعت أبوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين. بقى شاطر لمبي رماه في الغوبة. صحي الصبح بقى بعدها بكام يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه بني آدم تاني مش فاهم أي حاجة. تفتكر ده يبقى إيه؟ يبقى حمار حضرتك. ده مين ده؟ هو أبو حمار. ذكية بنت دي والله.